يا صباح السعادة، ويا رب اللي جاي أحلى وأجمل. شير لايك للسعادة بس، وصباح السعادة وانشروا السعادة. الأيام اللي احنا فيها أيام صعبة جدا، صعبة جدا علينا كلنا. يعني اللي معاه فلوس واللي معاهوش فلوس، اللي تايتله حلو واللي تايتله مش حلو، اللي بيشتغل اللي ما بيشتغلش. أيام صعبة على الكل. بس نقول الحمد لله، والمسبب الاسباب دايما هو ربنا، وربنا دايما ما بيبعتش غير الخير. بس احنا لازم ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا، الا وهي الناس اللي حوالينا اللي شغلهم معتمد علينا. الناس دي يا جماعة لازم تراعوا ان انتوا تزودوهم في الفلوس. انا مش بقول على الصدقة ولا على اعمال الخير، انا بتكلم على الناس اللي انتوا بتديهم فلوس. خدوا بالكم ان انتوا تزودوهم، زي ما كل الناس اللي بتشتغل متوقعة ومستنية الشركات بتاعتهم تزودهم. ما تنسوش الناس دي تزودوهم. الست الجميلة اللي بتيجي تنظف لك البيت، اللي بتيجي تطبخ لك، السواق بتاعك، البواب اللي في العمارة، اي حد بيقدم لكم خدمة. راعوا يا جماعة الظروف الاقتصادية اللي احنا فيها، وراعوا ان الناس دي مش موظفين بمرتب، دي ناس شغالة اليوم بيومه. وبالتالي الناس دي لو قعدت يوم في البيت وما اشتغلتش مش هتلاقي فلوس. فراعوا الظروف الاقتصادية، اعملوا لهم زيادة معقولة. ومعلش لو هتيجي على نفسك، انت بتتاجر مع ربنا، فالقرش اللي بتدفعه مع ربنا هيترد لك اضعاف. ودي حاجة ما فيهاش جدال، بس لازم تبقى متأكد وعندك يقين ومش بتجرب مع ربنا. حاولوا على قد ما تقدروا تشتروا من الناس الغلابة. يعني لو عايز تشتري، عارف ان في جنبك سوبر ماركت ولا بقال غلبان، اشتري منه ونفعه. واشتروا من البياعين السريحة اللي في الشارع، الخضار والفاكهة. والله حاجاتهم بتبقى حلوة، وما تفصلوش معاهم، يعني ما تدقوش معاهم قوي. فتاني يا ريت ما ننساش الناس اللي شغالة اليوم بيوم، الناس الغلابة، الناس اللي احنا بتعاملاتنا معاهم والشراء منهم احنا مصدر دخلهم. ما تنسوش الناس دي. اعملوا لهم انيوال انكريز حلو كده، واستنوا الريتيرن اوف انفستمنت بتاعكم من ربنا سبحانه وتعالى. اعملوها لوجه الله، وان شاء الله اللي يتاجر مع ربنا بيجيله دايما خير وسعادة. ويا رب دايما صباح السعادة.